قانون العقوبات المصري طبقاً لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003. القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات. 1. نحن فاروق الولا ملك مصر، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب. 2. القانون التي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة 1. يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الهلالية، وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة، ويستعاد عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون. مادة 2. على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة. صدر بسراي عابدين في 23 جمادة الأولى سنة 1356، 31 يوليو سنة 1937. وزير الحقانية ملك مصر. الباب الأول. قواعد عمومية. مادة 1. تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. مادة 2. تسري أحكام. مادة 79. كل من قام زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل 5 أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة، على ألا تقل الغرامة عن 1000 جنيه. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء. مادة 79. ألف. يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10,000 جنيه كل من باشر في زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم، أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء. مادة 80. 1. يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو. مادة 98. يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و89 و90 مكرراً و91 و92 و93 و94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. ويجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه. مادة 98. 1. ألف. يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنين وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة السياسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام سياسي للهيئة الاجتماعية أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له، متى كان استعمال القوة أو الرهاب أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل أجنبي يقيم في مصر وكل مصري ولو كان مقيم. مادة 120. كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه 121 كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من السباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا وبالعزل. مادة 122. إذا امتنع أحد القضاة في غير الحوالي المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة
بغرامة لا تزيد على 200 جنيه، ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبي أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر. مادة 123 يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الأصلية. مادة 184 2 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. مادة 185 1 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وذلك مع عدم الخلل بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب. مادة 186 2 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد على 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بطريقة من مادة 253 كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنة أو في معاصر أو سواقي آل تري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له. مادة 254 من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره يعاقب بالشغال الشاقة المشددة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها. مادة 255 من وضع ناراً عمداً في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد إذا لم تكن الأشياء ملكاً له. أما إذا أحدث عمداً حال وضعه النار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء. مادة 338 كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص له تبلغ سنة 21 سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسكية أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري. وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون العقوبة السجن من 3 سنين إلى 7. مادة 339 كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على الحد القصى المقرر للفوائد الممكنة الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في ال5 سنوات التالية للحكم الأول. في المادة 151 1 ألغيت الفقرة الثانية من المادة 152 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975. 2 رفع الحد القصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982
وكانت قبل التعديل لا تزيد على 20 جنيها مصريا. 1. ألغيت عقوبة الغرامة في المادة 155 وكذلك في المادة 156 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت الغرامة قبل الإلغاء لا تتجاوز 20 جنيها مصريا. 1. 2. رفع الحد القصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982، وكانت الغرامة قبل التعديل لا تتجاوز 20 جنيها مصريا. 3. استبدل القانون رقم 311 لسنة 1953 بكلمة المالك عبارة رئيس الجمهورية. 1. مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982. 2. عمل بالفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقوانين أخرى. 1. مستبدلة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982. 2. عمل بالفقرة الثانية